عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنتكلم لغة واحدة ووطن واحد وشمس واحد، ومفيش قوة هتقدر تفصل بيننا ابدا. احنا مصر الدنيا. الاستاذ صبري اتفضل تكلم عن نقطة جوهرية جدا، هي برنامج الوطن. برنامج الوطن هي مشاكل مصر. في اعتقادي ان المشكلة الاولى التي تواجه مصر هي مشكلة التعليم. احنا محتاجين الى تعليم، لان التعليم هو اللي هيتم بيه التقدم، ودي مسألة صعبة جدا، لكن احنا واخدين حل سريع فيها، ان احنا نعمل تعليم صناعي يخرج الناس بوجه السرعة. ولكن المشكلة الكبرى الثانية بعد التعليم هي ان مصر مريضة بالعكس في الميزانية. بعد عنك بنصرف قد ما بيجي، رغم ان احنا عندنا من الثروات ومن الاصول ما يكفي ان يكون هناك فائض في الميزانية. المشكلة الكبرى هي مشكلة سوء الادارة في مصر. احنا عندنا دلوقتي المواطن بيشتري حاجة غالية، لان احنا عندنا كل حاجة بنجيبها من بره، الفول، الجاز، السولر، عملية خطيرة جدا، ولا يمكن ان يكون هناك نمو اقتصادي طالما احنا نفترض بقالنا 20 سنة. هنعمل ايه؟ عاوزين نشغل القطاع الخاص مع الدولة. انا شخصيا قرأت حاجة عجبتني جدا. استاذ في بنجلاديش وهي بلد فقيرة زي مصر عمل بنك اسمه بنك الفقراء، وحينما نجح هذا البنك منح جائزة نوبل في الاقتصاد. العملية ان احنا عاوزين نعمل بنك وكل واحد فينا يدفع ولو 5 جنيه ونبتدي نعمل صناعات خفيفة. ده اسمه الاقتصاد المضاف الى الدولة. كل واحد عاوز يعمل حاجة يعملها، وناخد الحاجة تتباع ونعمل الحصيلة، عشان هو ده الوسيلة الوحيدة. لابد ان القطاع الخاص يشترك في الانتاج مع القطاع العام. وانا بقول هذا الكلام لان عكس الميزانية عاوز معلمة عشان تتحل، عاوز راجل زماوي تونس يضغط تلتين السلك الدبلوماسي بره، حد اقصى للاجور لا هوادة فيه، مفيش هزار فيه. حلم بفلوس كتير جدا، لان احنا لو انت تشوف بس البنزين في الميزانية في الحساب الختامي للدولة شعر راسك يقف. كل واحد عربية واحدة سواقين 2 ماشي عشان يلم ويدفع ثمن استهلاك العربية، لكن كل واحد ما فيش عنده 5 عربيات و20 سواق، ومن هنا يجي النفقات بتزيد على الايرادات، وبعدين نبتدي نتداين، يبتدي يقع قيمة الجنيه المصري، وهكذا. بقالنا 26 سنة لم يحل هذا الموضوع. الموضوع ده مش هيتحل غير باعتمادنا على انفسنا ووضع ايدينا مع بعض. وبهذه المناسبة انا قريت قانون الصيادين، لان انا اعتقادي ان انا قاعد مع الاخوة الصيادين، وتعجبني جدا ان القانون في وصف السمكة طولها كم من الراس لغاية الديل، والجمبري ومن خلول والمزارع السمكية، ولم ارى اي ضمانة لاي صياد حينما تغرق المركب. وهنا شعرت ان هذا القانون اللي وضعه لازم يحل محكمة الجنايات على طول، لان الصياد غلبان وبيقعد في البحر الساعة 12 بالليل، لا حصانة له الا القواعد العامة، معاش وقانون اصابة العمل فقط لا غير. من الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها للاخوة الصيادين ان نعمل بوليس تأمين اجبارية للكل ويشترك فيها كل الناس، وان هنا يطبق احكام مهمة جدا، ان هذا الراجل لابد ان ياخذ معاش استثنائي، لان انا ما اقدرش اجيب واحد يقعد في البحر لغاية الفجر وبعدين احسب مدة المعاش بالطريقة بتاعت النفندي اللي قاعد بيكتب شهادات ميلاد في مكتب صحي. مصر محتاجة الى هزة ادارية شديدة جدا، ومحتاجة الى ناس تمسك الموازنة العامة للدولة بلا رحمة وبلا هوادة. هنوفر فلوس وهيرجع قيمة الجنيه المصري تاني، وهيرجع ايام حزب الوفد. هي الايام الوحيدة في تاريخ مصر الوحيدة المزدهرة هي حزب الوفد، دستور 23، جامعة القاهرة، محكمة النقض، مجلس الشيوخ. واذا قدرت ان اعدد لكم، طلعت حرب عمل ثورة اقتصادية ملازمة للثورة السياسية اللي عملها بتاع الزغلول، بنك مصر، اول بنك مصر انشئ، الطيران، النادي البحري، السينما، حصل هذا الكلام. عاوزين هذه الايام ترجع، كل ده بيتطور مننا تعاون بيننا وشعور بوحدة هذا الوطن،
وان احنا ما نكونش ابدا نرمي مليم في الارض من غير اي. احنا نتعهد امامكم ان هذا الوقت ساتبنى موضوع الصيادين وساكتب مقاله تفصيليه عنه، لان انا حزنت جدا ان انا اترك راجل يموت في البحر وبعدين تطبق عليه قاعده اصابه العمل زي اي واحد قاعد في مكتب في شارع فؤاد في اسكندريه. انا خادم ليكم ومستعد لاي سؤال، والسلام عليكم ورحمه الله. نشكر الاستاذ وديع بشاي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا ومن الصندوق.